نربط الاتصال مباشرة مع السيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، هي معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا بك معنا. الو. نعم، أهلا بك معنا سيدة نعيمة صالحي، أنت على المباشر معنا عبر تلفزيون النهار. نعم، السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. نشكركم على هذا الموضوع واهميته. الان بدت بعض البوادر التي قيل لنا عنها ودرسونا اياها، يعني وان كان الهامش وليس في المدرسه، ان الاستعمار الفرنسي باق حتى بعد قرون. يعني وإحنا نلاحظ أن الآن في كل مرة تهب علينا هبة تبين بأن هناك من يريد أن يشتت الشعب الجزائري ويقسم الجزائر إلى أقسام، ويريد أن يجد أسبابا كوسائل مثلا كاللغة. فنحن من قضية الأمازيغية والعربية فجأة نجد أنفسنا أمام الدارجة والفصحى، مع أن الدارجة أو الفصحى بالدارجة في أغلبها هي كانت فصحى. الدارجة أصلا هي كانت فصحى وفقدت حروفها أو استزادت يعني حرفا أو أكثر في كلمة ما عبر السنين والقرون، حسب استعمال كل قبيلة وكل جيل لعوامل معينة. نعم. الآن أن نوهم الناس أن اللغة العربية صعبة وأن الدارجة أصلها فصحى، فهذا هو يعني الاستهتار بهوية الشعب الجزائري. يعني حتى احنا من مخلفات الاستعمار هي العروشية. من جهة العروشية أن المستعمر حب يقسم الشعب الجزائري إلى عروش، وبالتالي يخليهم متناحرين فيما بينهم. والآن حب يقسمونا إلى لهجات، لأن الشعب الجزائري مش لهجة واحدة فقط. الشعب الجزائري هو تلقاي الغرب ينطق بلهجة، والشرق بلهجة، وكذا بلهجة إلى آخره. نحن نبقاو الآن نبينوا باللي الشعب الجزائري هو شعب واحد، يوحده الدين الإسلامي، شاء من شاء وكره من كره. والشعب الجزائري شعب واحد توحده اللغة العربية. الشعب الجزائري شعب واحد توحده الأصول الأمازيغية. الشعب الجزائري شعب واحد توحده الأرض الجزائرية. يعني اللي ما عجبه الحال ما حبش يتقبل هذه الحقيقة، ما عليه إلا أن يرحل من الجزائر. احنا لاحظتوا ان احنا ما كناش متهجمين وما كناش ضد هذه السيده الوزيره، بالعكس احنا طالبنا وقلنا خلوا السيده تعمل، خلوا الوزيره هي جديده في القطاع، خلوها نشوفوا واش تقدر تمد. فاذا بنا نتفاجأ انها تريد ان تقسم الشعب الجزائري من خلال اللهجه. احنا كنا نتوقع انها تدخل في رسكله وتكون الاساتذه بعدما ضاعت اللغه العربيه والفرنسيه وكله ضاع. احنا كنا نتوقع انها ترفع من مستوى وترتب اللغة الأمازيغية ترتيبا أحسن، بحيث أن طيب السيدة نعيمة اللغة صالحي. الإنجليزية نعم، كلغة أجنبية بدرجة ثانية بعد اللغة العربية، لكن كون هناك الإنجليزية. مقترح أنه ستكون اللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية، هل استحسنتم هذا القرار أكيد أيضا؟ أكيد سيدتي، لأن نعم. اللغة الفرنسية هي في فرنسا، هي الآن أصبحت لغة المستعمرات الفرنسية فقط، صح. ونحن لسنا بمستعمرة فرنسية الآن. اللغة الفرنسية ليست حاملة للعلم أو التكنولوجيا. الآن اللغة الحاملة للتكنولوجيا والعلم هي اللغة الإنجليزية. نعم. ونلاحظ أنه حان الوقت أن نحن الآن نتقدم ونذهب إلى يعني تلقين اللغة الإنجليزية كلغة أولى أجنبية في طيب الجزائر. السيدة. نحن نؤيد هذه الحملة جيد. ونحن معها وبيناها يعني على موقع صح. الحزب. طيب السيدة نعيمة صالحي، لكن هناك من استحسن هذا المقترح لبن غبريت، وهناك من قال أيضا أن وزيرة التربية نجحت فيما فشل فيه ربما من أراد البحث عن إجماع وطني. يعني اليوم نرى أن نوريا بن غبريت استطاعت أن توحد صف الموالاة والمعارضة على رأي واحد. أبدا، إطلاقا إطلاقا. مهم. شوفي هذا النوع اللي تقولي باللي أيدوا، يا إما هما اثنين صنفان، إما واحد لا يريد الخير للجزائر، والصنف الثاني لا يفهم، لا يعرف، هو مسكين يعني لا يعرف حقيقة هذه النوايا. نحن نعلم جيدا
ان حتى كما نتكلم مثلا، شوفي مثلا كيفاش خلاو الشعب الجزائري والتلميذ الجزائري لا يهتم بالتاريخ مثلا ولا يهتم بالجغرافيا، في حين اسرائيل عندها المعامل في التاريخ والجغرافيا هو 7. شوفي مثلا في اليابان 14، شوفي مثلا في المانيا 7. احنا الان حبوا يفهمونا اللي باش يسلخونا من الجذور نتاعنا ومن التاريخ نتاعنا العظيم. نرجع فقط نقول لك ان احنا لما حبوا يقسمونا بسبب اللغه الامازيغيه اللي هي لغه الشعب الجزائري. الكل يعلم ان معظم الشعب الجزائري وهو الاغلبيه هو امازيغي الاصل. ولاحظي مثلا لو تشوفي الاصل نتاع عبد الحميد بن باديس الذي قال شعب الجزائر مسلم والى العروبه ينتسب، من قال هذا عن اصله او قال مات فقد كذب. هنا تشوفي انه صنهاجي، وصنهاجه هي قبيله امازيغيه. اذا تشوفي ان التمسك باللغه العربيه ياتي من اصول الامازيغيين. ايضا تلاحظي ان قبيله كتامه مثلا جيجل، تشوفي ان هذه القبيله لسانها عربي يعني فصيح جدا يعني الجيجل، ولكن وضواحيها، ولكن مع ذلك ان القبيله هي امازيغيه الاصل، ومع ذلك تنطق بلسان فصيح عربي. الان تشوفي باللي هم يديروا كل المحاولات، لكن انا شخصيا الان انا اعتز بالشعب الجزائري واعتز بكل من، حتى جبهه التحرير انا اثمن هذا الموقف واشكرهم عليه، واقول انكم عدتم الى مجد جبهه التحرير الحقيقي. نحن في هذه الحاله بالذات نتحد الرسالة مع إن بعض. شاء الله. وصلت الرسالة سيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.